السلام عليكم. كي دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا باحسن حال وبصحه وعافيه ان شاء الله. اليوم جبت لكم واحد الوصفه قنبله للتسمين، نتمنى ان شاء الله تجربوها وتفيدكم. والمقادير راهي بسيطه والنتيجه سريعه. نبداو بالمكون الاول اللي هو حليب غبره، والمكون الثاني هو تارغودة أو تارغوتا أو البكبوكة، هادو هما الأسماء نتاعها. هذه هي تجيبيها مطحونة أو تجيبيها غير مطحونة وتطحنيها في البيت، ومن الأفضل تجيبيها مطحونة لأنها ما تطحنش بسهولة. هذا هو الشكل تاعها، المذاق نتاعها حلو. ونوريكم الطريقة. نجيبو حليب يكون سخون، نضعوه في كاس، ناخدو الحليب يكون سخون ونوضعو فيه ملعقة نتاع حليب غبرة بهذا الشكل، وملعقة بكبوكة أو تارغوتا أو تارغوتا، هذا هما الأسماء نتاعها. ونخلطوه جيدا، تخلطيه حتى يتجانسوا هذوك المواد. الوصفة بسيطة لكن النتيجة نتاعها جيدة وسريعة للتسمين، للغلظ. تغلظي بها المناطق الأنوثة، الصدر، تكبير لكل الجسم. وصفة روعة وصحية وتفتح الشهية وتغلظ وتسمن. هذا هو الشكل تاعها بعد ما تخلطيها في الحليب. والطريقة هي تاخذي كاس صباح قبل ما تفطري بنصف ساعة هكا باش يفتح لك الشهية، وكاس قبل النوم بعد وجبة العشاء. اشربيه دافي وان شاء الله تلقي نتيجة واستحسان. ونتمنى ان شاء الله الوصفة تعجبكم وتجربوها، وبلا ما تنسوا اللايك والتشجيع تاعكم والتعاليق نتاعكم اللي دائما تشجعني باش نقدم لكم الافضل. ونتمنى ان شاء الله الوصفة هذه لانها صحية وطبيعية تنال اعجابكم، ومع فيديو اخر ان شاء الله.